عاملين ايه يا جماعه؟ وحشتوني جدا، اخيرا انا رجعت. مع ان النهارده يوم جبار بس اليوتيوب كان مسحه قبل كده. تخيل كده معايا انك تنتقل العالم كله بنات بس، واللي يهموك في العالم ده يقرروا ان هم يعملوا لك عمليه تعقيم زي بتاعه الحيوانات عشان يضمنوا انك مش هتلمس اي بنت نهائيا، والحل الوحيد قدامك انك تثبت لهم انك شاذ اساسا وما بتحبش البنات. عايزين نوصل المقطع ده ل 5000 لايك و5000 كومنت. بنبدا ببطولنا كيم في مؤتمر كل بنات علشان يجربوا عليه كل حاجه حرفيا ويفهموا كل حاجه عن صنف الرجاله، لان هو الوحيد اصلا اللي هيفضل معاهم 5 سنوات. وهو كل اللي عليه انا مش فاهم حاجه، مشوني من هنا، مش بالله عليكم روحوني البيت. وبيكون بيفتكر كده لما كانت صديقته في المدرسة وصديقة عمره أصلا بتطلب منه يجيب لها قهوة، بيلاقي كده 4 من البيج روم داخلين عليه وبيكتفوه بيستعرضوا عضلاتهم وعاملين يحضنوا فيه ومربطين اللي انتوا عايزيني من لا كله إلا الشرف. إلا الشرف. اضرب وين ما بدك، وصور وين ما بدك، وامزح وين ما بدك، إلا الشرف. هاي الشرف يا يزيد، تمام؟ اللي بقول لك إلا الشرف. خلاص حقك إلا الشرف. وبيرموه كده قدام مؤسسة كبيرة وجبارة، وبتقابله خادمة اسمها ميوكي وبتقول له جبناك بالطريقة دي بس علشان مش عايزين أي دوشة ولا أي حد يعرف إن إحنا بنخطف حسالة زيك وجربوعك حيان زي كلب كده. كلب أنا؟ بتكمل كلام كده بتقول له إن دي المؤسسة التعليمية سكاين للبنات بس. طب أنا بعمل إيه هنا؟ طيب أنا بس أنا خلصت الموافقة مع أهلك وهم قبضوا وكل حاجة، حتى بعلاقاتنا خلصنا لك كل الورق الحكومي عشان تتنقل هنا. ويخشوا كده عند المديرة سيوري ويفهمون إن المكان كله بنات، حتى الخدم من البنات، لأن البنات دي أساسا من أغنى أغنياء العالم حرفيا، والعائلات بتاعتهم بعتتهم هنا عشان يحافظوا عليهم وما يختلطوش بأي حد في العالم نهائيا. بس بيبقى في مشكلة هنا إن هم لما بيطلعوا بيتحرجوا وما بيعرفوش يتعاملوا مع العالم الخارجي نهائيا، لأن بيبقى في رجالة وولاد. فإحنا عايزين واحد يتعمل كعينة من عامة الشعب ويكون فقير وجربوع زيك عشان يجربوا عليه كل حاجة. هو مستغرب قوي اشمعنى انا، ما في 100,000 حد. ويفهموه كده ان هو عشان هو حسالة في المجتمع حرفيا محدش مهتم بيه، زائد لانك شاذ فمش هتعمل لهم اي حاجة. وصديقة طفولتك اكدت لنا كده اساسا، حتى والدك ووالدتك باعوك بالفلوس والحالة معاك حلوة. ايه ابويا وامي باعوني وصديقة طفولتي بنت الجزم باعتني؟ فانا لسه بيقول لهم لا انا انسان طبيعي عادي. فالخدامة بتقول له ايه ده، انت بتحب البنات عادي كده خالص؟ طب احنا كده في خطر والبنات في خطر. ودول ممكن نعمله تعقيم كده زي الحيوانات، لان البنات دول من اهم الشخصيات في العالم حرفيا، وهيحصل لنا مشاكل لو حصل لاي واحده حاجه او اتلمست. وما ينفعش يحصل هنا اي غلطه من اي نوع نهائيا. وبتجيب المقص كده وخلاص بتقول يلا نعمل عمليه دلوقتي. ايه لا 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 انا عجله وابن عجله اساسا. ايه اللي انتوا بتقولوه ده انا بحب العجلات، ده انا بقعد 24 ساعه اتفرج على البيج رامي وعضلاته. وبيقول في سره انه لازم يهرب، لا منه مستمتع بالبنات ولا حتى منه مستمتع في الحياه العاديه، ولا خد الفلوس ليه ابوه وامه اللي خدوها، ولا عمل اي حاجه. وبيدخلوه كده على الطلاب بتاعت السنه الاولى وبيرن التليفون بتاعه وكله مستغرب ايه ده اساسا، ايه التليفون ده اصلا عشان ما شافوهوش قبل كده. والخادمه بتكنسل زي ما كنت تليفون ابوها اصلا، وبياخدوا التليفون كده وبيجربوه وبيشوفوه. واحده اسمها ريكو بتتبرع علشان تديهوله، تكون مكسوفه قوي ما تعرفش تعمل ايه، وبتكتب له ورقه كده وبتحطه في بوكس هدايا وبتديهوله. وبعد كده في واحده بتاخده بالعافيه وبتشده وتوقعها وبتحاول تبوس، وبيحاول هنا يزقها بس هي مفكره لما تبوس واحد كحيان زيه هتحقق كل احلامها. ما حققت حلم واحد كحيان، والمدرسه بتاعتها هي اللي قالت لها كده. وهنا بيقول لها انا الكحيان ذات نفسي بقولك ما ينفعش، ولو عملت كده انا بس اللي هتاذي وهيتعمل لي حوارات كتير وهيتقطع. ولا لا تكون مصر عايزه تعرف ايه اللي هيحقق لها احلامها. فبيقول لها ماشي طب حلو قوي كده، لف 3 مرات في الهواء وتحقق لك كل احلام. لما بتجرب كده ما بتحققش اي حاجه وبتروح وبتمشي. وزمايلها هنا بييجوا وبيفهمون ان هي انطوائيه وما بتحبش تتكلم مع حد خالص، وغريب ان هي كلمتك اساسا. وبعد كده بتيجي الخدامه وبتقول ان هي محضره له اصلا جناح خاص بيه ودفع له اكتر من 100 مليون ين اصلا. صدم وبيفرح اول لما بيروح يفتح الباب بيلاقي غرفته عادي خالص زي ما هو سابها بالظبط. وبتقول له ان هي اشترت الغرفه دي من امك وابوك، وكان اصعب حاجه اصلا النقل ان احنا نقلناها بنفس الوضعيه اللي كانت فيها بالظبط، ما تحسش باي غربه اساسا من العالم الخارجي. فهنا بيقول لها ايه ولا العالم الخارجي مش عايزه. المشكله هنا بيلاقي صور البنات هو معلقها اساسا، فهنا بيفتكر اللي هيحصل فيه فبيجري يقطعهم كلهم. وبتقول له هو انت بتكذب علينا صح؟ هجيب المقص يلا نقطع. فبيمسك كده المجله بتاعت العضلات وقعد يبوس فيها يا حبايبي. بعد كده بتتاكد وبتمشي وبتقول له ان هي هتبقى الخادمه الخاصه بيه وهتفضل معاه دايما. وتخش هنا البت بتاعت البوس اللي هي اياكا وبتكون زعلانه منه اهو. بنعرف ان حلمها اصلا ان هي تبقى مشهوره واجتماعيه ما بين الناس وتعرف تكلم الناس عادي خالص. فبيقول لها انك المفروض بس تكلمي صحابك لا اكتر ولا اقل، ومش محتاجه انك تبدعي ولا تحققي احلام ولا اي حاجه. ويديها كده جهاز
تلعب بيه زي دراع البلاي ستيشن كده، وبيتفقوا ان هم يعملوا نادي وهما الاتنين بس اللي هيكونوا منضمين فيه. وبيجي اليوم اللي بعده كده وهو بيصحى ويلاقي الخدامه بالريال وبتقول له انت صحيت ليه؟ الله يخرب بيتك، ما تنام يا بعيد ولا تموت ولا تروح 60 داهيه. وانا بقول لها ايه يا وليه، ايه يا وليه، انا عملت لك ايه؟ مالك انت؟ انا واكل ورثك، عايزه ايه؟ تقول له انا عايزه اللبس اللي عليك والملايه، وبتاخد كده تيشيرت بالعافيه وبتقول له لا يلا الشورت شورت يا وليه. وبعد كده بتاخده وهو عمال يفكر هيهرب ازاي من المكان ده، يروح يتمشى كده مع هيكا وبيكون متضايق ان الخادمه اصلا ماشيه وراه، في خدم وراهم ومش متعود على حاجه زي كده. وهو عمال يكلمها كده، هيكا عماله تكتب وتدون اي حاجه هو بيقولها عشان تستفاد بيها، عشان هي ما تعرفش اي حاجه عن العالم الخارجي نهائي. وهو بيقول لها ان هو متوتر جدا من الخدامات لان هم اصلا امارات، وهو حرفيا ما بيقابلش البنات دي اساسا في العالم بتاع الخارجي بالجمال ده كله، ودي حاجه توتر جدا. ازاي ما بيتوترش مني؟ فهنا بيبوظ الدنيا خالص، بيقول لا ما تخافيش، ما بتوترش منك انت مش جميله قوي، يعني انا وحشه؟ طب خد. بعد كده بيقابل ريكو وبتقول له ان في حفله استقبال على شرفك اصلا بعد المدرسه، وتبدا الحفله كده بالاكل وكل واحد معاه منيو كبير بيختار الاكل. كين فرحان قوي جدا بس ما يعرفش ان هو منحوس قوي ولسه بيمسك المنيو عشان ينقي اكل. لا الخادمه بتطلع له اندومي وبتقول له انا عرفت ان الاكل ده هو المخصص ليك ودايما بتاكله، فخد الاكل بتاعك اهو. وكيم انت جايه تعايريني يا بنتي، ارحمي امي العيانه بقى، عرفت ان انا فقير، انسي الماضي، انسي الماضي بتاعي، تمام انسيه، اعتبريني بقى واحد من اللي قاعدين دول. كل بيبصوا له يكون نفسهم اصلا في الاندومي بياخدوها وبيقسموها عليهم. ايه ده؟ كل واحد واخد عينه حرفيا ربع، لا ربع ايه، ضمن مكرونه. وبيجي كده وقت الرقص في الحفله وبيرقص مع ريكو، بس المشكله هنا انه ما بيعرفش يرقص وعمره ما راح اصلا الاماكن زي دي، وفضل يهبط كده لغايه لما كانت هتقع منه، فعلي يلحقها في اخر لحظه وهو بيلحقها. الناس افتكرتها اصلا جزء من الرقصه وبيرقصوا زيه وبيتعلموا منه. وبعد كده ايكا بتروح تقعد معاه كده وبتشوف كتب كتير كده، وايه ده، ايه الكتب دي وفي ايه، وتلاقيها ان هي حاجه اسمها المانجا وبيعرفها عليها وبتقعد تقرا كده فيها، وبتكون القصه بتاعتها بتتكلم عن توقف الزمن وقوه خارقه، وهي صدقت وعايزه تجرب خلاص، وهو مستغرب ان هي صدقت اصلا القصه. لا طريقتك كده غلط، هقول لك هعلمك ازاي، وبيعرفها كده طريقه وبتعمل زيه فعلا، وفعلا الوقت بتوقف وبتضحك كده وبتجرب تعمل حاجات كتير قوي، بس هي افورت منها سكتين ثلاثه، افورت منه. وبتمسك القلم كده وبتقرب منه وخلاص قربت منه قوي وبيكون نفسها تبوسه، وهي بتقرب كده هو ما قدرش يستحمل وتف عليها اساسا ويفهمها ان مفيش زمن توقف ولا اي حاجه، هو بيكذب عليها اصلا. وبعد كده بيروح عشان يستحمى، بيفتح كده الباب، ايه ده، انت بتعملي ايه؟ انا اسف. وبيعتذر لريكو كده وبيجري وبيسيبها. وبيجي اليوم اللي بعده كده وكالعاده يا ريتك ما كنت صحيت يا بنتي بقى، بطلي تنحي لي كل يوم امتى بقى يا بنتي بالراحه. وبنشوف كده ان العيله بتاعته اختنت حرفيا بسبب، وجددوا البيت وبقى عندهم ينبوع ميه، وبتاخد التليفون منه كده وبتبعت لاهله ان هو مع واحد بعضلات كبيره كده عشان ما يقلوش عليه، وخد التليفون منها ومسح الرساله بسرعه. بنشوف خدامه كده بتعلم خدامه تانيه وبتقول لها ان الطفله دي ما بتاكلش اي حاجه غير الاكل المخصص ليها، ومهما كان مين مش هتاكل منه حاجه. بيعدي يوم كده وكله بيفضل متنح ليه كده في كل مكان، وبيكون نفسه يخش الحمام بس مش عارف لان كل الحمامات اصلا مخصصه للبنات، وبيطنشهم كده ويروح يقعد بره. فبيلاقي طفله كده بتكتب على كل حاجه حرف، وبيروح عشان يعلمها ان كل ده غلط، وهو رايح كده بتخلع كل هدومها وبيلمهم كده ولسه بيديها لها، لا مجموعه بنات كده داخل عليه فخدها وخاف ان هم يفتكروا ان هو بيعمل فيها حاجه اصلا. ولما بتقول له هو انت اللي علقتني، بيقول لها ايه انا؟ لا والبسي يلا بقى، بيقول لها ما بعرفش لبسني. فهنا بيلبسها بنعرف ان اسمها هيكو بس نقول عليها الطفله عشان ما فيش غيرها اصلا طفله في الانمي، وبيلاقيها كده جعانه وبيعمل لها اكل، وكانت بترفض بس كده في الاول، بس لما زلنا عليها اقتنعت وجربت فدعيته جميل قوي، فاكلت كتير كده ونامت، ومره واحده كده صحيت وقامت تكتب على كل حاجه حرفيا بتخلع هدومها كالعاده. وهنا ايكا دخلت، ايه ده بتعمل ايه؟ والله اوعي تفهميني غلط، ابوس ايدك استني بس اشرح لك، والله في سوء تفاهم هنا يا بنتي. بعد كده بيروح يوديها للمنزل بتاعها، ونعرف ان الطفله دي عندها قوه خارقه بتكتب على كل حاجه حرفيا، وهي المتحكمه في معظم السوشيال ميديا الموجوده في البلاد، بتكتب قصص وروايات، والبت من ذوي القدرات الخارقه حرفيا. وخدامها هنا بتشكره وبتقول لها يلا بقى بسرعه عشان تاكل، ميعاد الاكل اصلا فات، وبيقول لها ان هو اكلها، وكله بيصدم هنا كانت منك ازاي. ولما بيمشي كده البت بتتعلق بيه، يقول له خليك معايا، والخادمه بتنصدم اكتر وبيقول الطفله ايه يا بنتي ايه اللي حصل، انا همشي بس وبزورين وعادي تعالي في اي وقت براحتك. بعد كده بتدخل واحده عليه كلها هيبه كده، بس بتخاف اصلا من الدبانه وبتحاول تقتلها اصلا الحشره يا بنت الحشره موتي بقى، وكل هنا بيفتكر ان هي بتكلمه اصلا وبتقول عليه هو الحشره، وبتحاول تقطعه كمان. ولما بتلاقي الكل لاحظ فهي بتكمل معاهم اساسا وتقول هقطعك يا حشره انت،
انت والعلم اسمها كارين، وبيحاول يجري كده منها وبيتفادى الضربه، وبتقول له مين اداك اصلا اذن ان انت تتفادى الضربه، وبتفعل هجوم كده جديد واسمه فن السيف القاطع، وهو عباره عن 58 زوبعه حرفيا، معرفش ليه 58. بس المشكله هي بتقطع لبس الناس اللي موجوده كلهم ما عدا ابن المحظوظه اصلا، ما تفهمش يا حول ولا ايه بالظبط. تقول له ده تاني انت اتفاديتها تاني، هو لسه بيقول لها انا ما اتحركتش اصلا، هدومي كلها بتتقطع حرفيا، انت ازاي كده قليل الادب يا حيوان يا زباله، وانا مال امي من انت اللي قطعتيهم. هما بيتخانقوا كده بيقعوا على بعض، بتقطع اخر حاجه بقى عنده اصلا، بتتكسف كده شويه بس بتقوم وتقول له انا لازم اخد حقي، وبيبدا القتال تاني كده. بس الحوله بنت الحوله بتقطع لبسها هي اصلا. بعد كده بيقابل الطفله وايكا، بس اصلا بتزعله ان الطفله قاعده على حجره، انت هي بتعمل ايه هنا يا ابني، وهي مش صغيره دي في اعدادي. تقول لها تعالى اقعدي معايا على السرير عشان ما ينفعش كده اصلا، والبت مسكت فيه وطنشتها، وكانت بتخش كده بتحاول تفعص فيها، بس البت بتجري وبتستخبى ورا كيمو، وكان هنا بتقول له ان هي هتفضل جنبه وهتقتله اول ما يكون ضعيف. كيمو مستغرب، هو في حد بيقول كده يا بنتي؟ يعني في حد بيعرف حد ان هو هيخونه وخاين يعني من قبل ما يخونه؟ طبعا ايكا متضايقه شكلها بتغير من وجودهم جنبه اصلا، والخدامه بتاعت الطفل اصلا بتجيب حاجات كتير كده واجهزه، وبتدي ايكا موبايل كده عشان تلعب بيه، وبتفرح بيه قوي وبتسكت وبتقول مش مهم خليهم جنبك عادي طالما كده، وبتصوروا مع بعض كده. بس البت الكريم بتاعت السيف كده متغاظه. دخلوني معاكم بقى في الصوره يا جماعه. واليوم اللي بعده كده ريكا بتطلب منه ينضم ليها في حفله الشاي اللي هتعملها عندها في غرفتها، وايكا بتدخل كده، طب والميعاد اللي بيننا انت نسيته يا اسطى ولا ايه؟ اسم اللي واقفين قوي كده، وبتقول له انت عايز تروح قوي ايه عاجبك اخطبها لك، ويخش كده يعتذر لهم. وريكو هنا بتقول له عادي ولا يهمك، روح ما تشغلش بالك. بس في حفله الشاي كده كانت متضايقه قوي جدا، واللي موجودين كده بيولعوها اكتر، بيقولوا لها ان ايكا بتروح عنده اصلا كل يوم، وشكلهم بيحبوا بعض قوي، وبتزعق ليهم وبتقول لهم كفايه بقى وبتمشي. وكيم هنا بيعرف وبيروح لها، وبترفض تقول له السبب اللي هي كانت متضايقه عشانه اصلا، ولما بيقول لها هو الموضوع ده متعلق بيا، فبتفتح بتقول له لا اكيد يعني، وانت مين يا ما بتاخدش بالها اصلا هي طالعه ازاي ولا لابسه ايه اصلا. بعد كده بيخش وبتحكي له عن كل اللي حصل، وبيقول لها ان هو ده شغله اصلا، وان هو ما يقدرش يقول لا، هو فعلا قال كده في الانمي. وكيم بيلاقي ايكا كده مستنيها وبتقول له رحت عندها صح؟ فهنا بيقول لها وزعلانه قوي جدا، وهي بتقول له كده تحب تاخد هديه كده من الهدايا اللي جات لي؟ بيقول لها انت متاكده؟ فتقول له يلا في 60 داهيه انت وهي. ويجي اليوم اللي بعد كده بيدي كل واحده تليفون هديه، وبيجي اخر اليوم كده وبتشكره، وبيقول لها لا ما تشكرنيش، انا اشكرها ايكا لان هي اصلا كانت حاجتها وهي كانت فكرتها. وبتعيط وبتروح عند ايكا تقول لها صفرة يا ام صورم، تاني بتقول لها ايه ده انت مش بدل ما تشكريني يا بنتي، وبيضربوا بعض وهي خناقه. وايكا بتقول له ساعدني، بس المشكله ان هو قاعد يتفرج عليهم اصلا وهم بيرموا بعض بالمخدات. بعدها الكل بيكون عايز ينضم للنادي، وايكا هنا بترفض وبتقول لها على جثتي لو اصلا قربت من النادي ده. وكيم بيقول لها انت ظلمها قوي 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 على فكره، وهي قالت لي اصلا ان هي عايزه تعتذر لك قوي، مش صح؟ اعتذر لمين يا هي؟ لو مش عاجبها الموضوع تمشي اصلا وتسيب النادي، احنا هنظبطه ما تشغلش انت بالك. انا لازقه بقى وقاعده والطفله كالعاده بتقلع وبتروح تكتب، والتانيين يرجعوا يتخانقوا تاني، وكل في وضعيه مش لطيفه خالص. ومره واحده هنا الخدامه بتخش وبتشوفهم في وضعيه زباله، وبتجيب المقص كده، وكيم بيقول لها ايه ده انت عايز تقطع ايه؟ لا ابوس ايدك انا ماليش علاقه باي حاجه من الهبل ده كله اصلا، انا ماليش فيه، واصلا انا ما حلتيش غيره، اقسم بالله ما عندي غيره. وحتى بص انا كنت بتفرج فيه اصلا على الموبايل، بص ده انا بعشقهم، ده انا نفسي اصلا اروح ابات معاهم اساسا الليله. كل مره واحده بسمع الكلام ايه ده في ايه، وبتصدموا صدمه عمرهم. بنعرف ان صديقه طفولته اللي وقعته في كل ده اصلا ممثله اصوات، وبيبعت لها كده رساله بيقول لها ما تقلقيش عليا انا بخير. بتقول له مش قلقان عليك يا حساره المجتمع، انت مين يقلق عليك اصلا؟ طبعا هي بتكذب يعني، وهي خايفه قوي من اللي هي هببته. نروح كيمو بيصحى الطفله كده اللي معاه، بيلبسها بيحضر لها اكل وبيخليها تعمل معاك كل حاجه حرفيا، لان هي بتكون فضوليه جدا. تاني ايه ده اشمعنى سبت المجال؟ البت دي اشطر مني. بعد ما بيخلصوا اكل كده بيرجعها بيتها، وبيلاقي دنيا كده على شكله في اوضتها، لسه بيقول لها ايه ده؟ هي بتتكسف وبتطرده بره، اطلع بره يلا. ونشوف التلات بنات اصلا بيتفقوا على الطفله اساسا ان هم غيرانين منها، وبتقعد على حجره وبتعمل حاجه غريبه كده. وريكو بتفكر هو انا لازم اقلع زيها ولا ايه بالظبط. بعدها بيوم كده بيستنوها تيجي الاوضه بتاعته، وبيكونوا متفقين عليها، وهي لما بتخش ما بتلاقوهوش، وبيجيبوها بالعافيه وبيدوها اكل، بس هي ما بترضاش تاكل غير الاكل المخصوص ليها. وكده كالعاده بتقلع وبتكتب على الحيطه، وبيحاولوا يمسكوا اللبس بتاعها بس هي ما فيش. وبعدها بتمشي، ولما بيرجع كيم كده بيكلم حبيبته وصديقته عمره، ولسه بيقول لها كده بحبك، فهي كانت دخلت وفهمت غلط. فهنا بيفهمها ان هي مجرد لعبه مش اكتر، وهي ممثله اصوات للانمي وللالعاب. كان بيجرب اللعبه الجديده بتاعتها وبيشوفها بتتفاعل مع الناس ازاي بالذكاء الاصطناعي. هلا كده تجرب، وبينزل كده المديره، وبعد كده بتيجي ريكو وبيشوفوا مجله كده سيكو بيشوفوها وبيقعدوا يقروها، وبيقولوا طب الجو ده محتاج نشرب حاجه، وبيخشوا التلاجه كده عشان يجيبوا حاجه يشربوها.
عشان يتسلوا بيها، وهم بيفتحوها بتفرقع في وشهم لان هم رجوها جامد. وبعد كده كل واحده تكون عايزه تنشف التانيه عشان شايفه ان هي السبب، ويقعدوا يتخانقوا كده على مين هينشف التاني، وهم كده واقعين على بعض. وهيكا بتقول لها بعيد الحاجات الوحشه دي عني، هي في وش الوان يا بنت صح. ويخش كيم هنا ويشوفهم وهم في الوضعيه دي. لا 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 لا, لا. لا وكمان ايه، بيشوف كمان المجله اللي على الارض بتاعت السيكو سيكو. انا شكلي جيت في وقت مش مناسب صح، انا اسف. يلا السلام عليكم. نشوف كده لما قابل المديره سيوري وبتقول له ان في رحله كده هيطلعها معاهم للشارع عشان يتعرفوا على الشارع ويعرفوا يتعاملوا مع الناس في المحلات والدنيا. تقول له افرح لان التقارير كلها بتقول انك ما عملتش اي حاجه منافيه للاداب، وبنحاول كمان ناجل لك حوار العمليه شويه لغايه ما نتاكد. كمان التقارير كلها اثبتت ان الاحصائيات بتاعتهم عالي جدا، لان وجود راجل في الفصل معاهم خلاهم يذاكروا بزياده عشان بيتكسفوا منك. خدمك نط في النص الراجل الالوان. ها راجل الوان بنت انت بتقولي ايه عندك مانع بتحب البنات نحب نجيب المقص؟ لا 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 لا، ده الحلم ترمي في وسط حضن الرجاله يا بنتي. بنات ايه وقرف ايه ناقصه. بنشوفهم بيسافروا بالطياره وبيكونوا فرحانين جدا انهم بيشوفوا خطوط السير والشوارع والمحلات، وبيروحوا عشان يطلبوا اكل، وكان بيساعدهم ويعلمهم ازاي يطلبوا الاوردر. وبعد كده بيروحوا لمدينه الملاهي وبيخش عليه كده 2 توام بيقولوا ممكن تساعدنا عشان نعرف بس نلعب ازاي عشان ما بنعرفش. وبيعلمهم وبيعلم واحده كمان كده، بس بيلاقي الموضوع معاهم في حاجه غلط، بس بيفتكر كلام الخدامه ان هي لو لمحته هتزعله فبيكن ويسكت. وبعد كده بنلاقي هي كان اندمجت معاهم اهو وبتتكسف لان الكل بيطلب منها ان هي تعلمهم، وهي بتوافق. وبنشوفها كده ان هي بدات تتاقلم معاهم وبيروحوا ياكلوا بعدها، بس هياكا بتتأمر منها قوي وبتعيش في الدور وبتشرب الشطه وهي مش عارفه الغبيه. وبعد كده بيروح يوزع رقم هياكا عليهم عشان يخليها اجتماعيه بالعافيه، وبيروحوا يشوفوا كده لبس على الموضه. بس ايه ده، ايه الخرمين دول؟ كارين هنا بيعجبها لبس جدا بس بتكون مكسوفه، بس هو بيخليها تجربه بالعافيه، وبنلاقيه ضيق جدا ومفتوح بطريقه مستفزه. ملبن يبقى الحاج ملبن اديله كده بالسيف وبتجري لان هي بتكون مكسوفه. وبنروح الخدامه وهي بتصحي كيم، يا ريتك ما تصحى تاني يا ابني، يا بنتي بقى ارحمي امي. وبتاخد منه اللبس كالعاده، وبنشوفه كده بيروح عشان يستحمى في الينبوع. وعياكه بتخش عليه ايه ده انت بتعمل ايه هنا؟ بيقول لها انتوا خدتوا العنبيه امبارح والدور علينا النهارده، ما هو دايما بتبقى يوم بنات ويوم رجاله في ايه؟ وتقول له الكلام ده بره، احنا هنا بنات بس ومفيش اصلا وقت والبنات جايه دلوقتي يتصرف. وبيستخبى وراها كده، وبعد كده بينزل في الماء لان هما بيخشوا عليهم وهيفتكروا حاجه غلط. وبيفضل فتره على كده بس كاتم النفس ومش عارف، وبيحاول يزقها بس هي بتديله بالرجل. وبعد ما بيمشي بيكون اغمى عليه وهي مش عارفه تتصرف ازاي، فبتقول تعمل له تنفس اصطناعي، ولسه بتجرب تعمل تنفس صناعي بيخش عليها وبيفتكروها بتبوس. وبيفضل نوم عليه كده. تاني يوم لما بينزل بيلاقي كل باصص له بطريقه غريبه وهو مستغرب. وكارين هنا بتخش عليه وتديه بالقلم ويا ابن الكلب يا خدار. وبيقعدوا كده يشوفوا حل، لان الفكره هنا ان الكل لما شافها بتبوس وافتكروهم مرتبطين ببعض. بعد كده الخدامه بتخش عليه وبتساله هو اللي اتقال عليك ده صح ولا ايه اللي حصل؟ لان لو صح لازم نقطعهولك علشان نتاكد ان مفيش اي حاجه هتحصل للبنات دي. هو بيحاول يفهمها اللي حصل، وهي بتقول له ان هي تبلغ المديره بكل حاجه حصلت. وهو بيكون قاعد كده علشان يتفرج على المصارعه، وبتخش عليه كارين كده بتهجم عليه وتقول له انا بقالي كتير بتدرب، فحبيت بس اوريك التدريب بتاعي. تاخده كده وبيروحوا يشربوا شاي، وبتقول له ما لحقتش اخد رايك في اللبس اللي انا جبته، وبتلبسه وبتساله عن رايه فيه، وبتاخد لبسه عشان تخيطه له كمان، وبتقول له اقلع كمان الحته دي عشان اخيطها لك. وهو بيكون مكسوف بس بتاخد منه التيشيرت وبتكون داخل عليه كده عشان تبوظه، بس الكل هنا بيخش ويستخبوا في الخزنه، بس هو بيتكسف منها قوي. بيحاول يعدل نفسه بس هي عماله تقول له يا ابني ما تتحركش، الله يخرب بيتك ما تتحركش هنروح في نصيب. في الاخر بيتحرك برضه وهي بتصوت، وبيقع قدامهم وبيقول لهم اقسم بالله كنت بتفرج على المصارعه، والله العظيم كنت بتفرج على المصارعه وهي اللي جابتني هنا. وبيجي اليوم اللي بعده بيكونوا بيتكلموا عن المطاعم، وهنا بيقولوا له ان هم نفسهم يشتغلوا مهنه النادل. وبعد كده كل واحده بتحاول تشتغل نادله هنا. وهنا كان في الاول حلوين بس بيكسروا كل حاجه لان هم بيتخانقوا في الاخر، وكالعاده الخدم هم اللي بيخشوا يلموا وينضفوا لان هي مش شغلانتهم. وبعدها كيم بيروح يلعب مع الطفله، وبيكونوا بيبنوا كده بيت من الرمل، وبعديها كده بياخدها عشان يروحوا ياكلوا. كمان شرب من نفس الكاس وهي بتشرب عادي ومش قرفانه، وهنا الكل بيتصدم. بعدها اياكا بتروح لكيمو. كيم هنا بيديها بدله هديه وبيقول لها ان البدله دي كان بيلبسها ممثل ومغني مشهور جدا، وبتلبسها وبتفرح بيها قوي وبتجري. بس هنا بيحاول يلحقها لان هي ما ينفعش تبان قدام حد، وبيجري وراه وهو لسه كده بيجري بيخبط في حاجه غريبه قوي. وهو بيحاول يقوم كده عشان يفهم مين ده ولا في ايه اللي خبط فيه. بيلاقي الخدامه وبيحاول يعتذر لها، بس هي طبعا بتفهم غلط. بتقول له ان هي تقدم طلب للمديره عشان تعمل العمليه في اقرب وقت. ولما كيم كده بيروح لهم بيلاقيهم كلهم لابسين في الفصل
نفس البدله، هم لحقوا يشتروها امتى؟ وفي نهايه اليوم كده ريكو بتطلب من كين انه يساعدها في ترتيب الزهور، وبنعرف ان اخوها وامها جم، وامها بتسال كين عن اسمه، واخوها بيتضايق قوي وبيتكلم المديره كده بطريقه زباله وبيقول لها مش ممكن اي حاجه تحصل للبنات دي، احنا سايبينها عهده في رقبتكم. المديره بتقول له ما تخافش انا مسيطره، وبيسال اخته ان كان عمل لها اي حاجه، وبتقول له انه لطيف قوي بيزعق لكيم. وريكو هنا بتقول له اعتذر له دلوقتي حالا ان مش هسيبك، والخدامه بتقول له ما تخافش هو شاذ اساسا بيحب الرجاله فبيخاف اكتر. وكيم كده عشان يسبق الموضوع حاطط ايده عليه وبيحسس على جسمه وبيقول له ما تيجي الاوضه يا قلب اخوك. بيترعب ولسه بيتخانق، امه بتقطع الكلام وبتقول له ريكو انها هتتجوز من ساتوشي من نهاية الكون. بس ريكو هنا بتكون متضايقه قوي، بتبص لكيم والله يخرب بيتك بتبص لي انا ليه، ما تولعي انت وعيلتك. وبيمشي بس بيكون زعلان برضه، ولما بيحكي للبنات بيقولوا له ايه ده انت ما عملتش اي حاجه، طب يلا نفشكل طيب الجوازه ولا نعمل اي حاجه. واخوها بيكون سمع الكلام وبيخش عليه بيقول له فشكلها، انا كده كده ما بحبش العريس عادي يلا روح فشكلها. ويقول له ما تديني الايميل بتاعك. وكيم بيطلع تليفونه، ايه ده ايه التليفون الحقير ده انت ليه لا ما معكش ايفون يا. لما بيجي بالليل كده هيكا بتكلم ريكو بتقول لها ان هي هتفشكل الخطوبه وتيجي تفشكلها لها، والكل بيتفق على الهروب. بس المشكله هنا ان الخدام شافتهم بس بيقنعوها ان هم اصلا بيعملوا تمارين ليليه، واخو ريكو هنا بيكون مستنيهم اصلا بالعربيه بياخدهم وبيمشوا، وبيكون اصلا معاه 2 من البيج رامي. بعد كده بيروح القصر اللي فيه التجمع العائلي والفرح، وبيكون مليان بالحراسه كده، وبتخش كارين هنا بتهزمهم حرفيا وبتدمر الحيطه. البت دي جباره حرفيا. بعد كده بيظهر حراس كتير كده بتقول لهم سيبوني معاهم ويمشوا، وبيسيب اخو البت كمان بيقاتل مع واحد. وهنا لما بيفتح الباب بيلاقوا طيارات بدون طيار درون، وباب مصفحه بتقفل عليهم وحاجات كتير قوي كده. بيخش الرجاله بتاعت البيج رامي 10 رجاله وبيساعدوهم، ولما بيعدوا كده بيلاقوا انسان آلي. بس كارين هنا بتخش ومحدش يسالني هي جت هنا ازاي، اما لسه سايبينها بره. قالوا المؤلف ابن المؤلف. بتهزم الانسان الآلي وكالعاده بتقطع الهدوم، بس هنا ما بيكونش في اي وقت فبيرمي لها الجاكيت وبيجري. ما بتقول انت جاي تحضر الفرح صح؟ وبيقول لها لا انا جاي اوقف الجوازه مش هحضر الفرح اكيد يعني. هنا بتستغربها جدا وبتقول له ماريكو ذات نفسها مش ممانعه، وبص يابا واتفرج المنع يا بنتي كون ساكته. بس بيفضل كيم كده وهي يتكلموا على ازاي ان هي كانت معاهم حلوه وازاي هتبوظ مع الجوازه، وان الجواز ده حاجه وحشه مش عارف ليه. انا والله العظيم ما اعرف الجواز حاجه وحشه ليه، بس يعني المفروض سنه الحياه. بس المؤلف عنده دماغ جباره، المؤلف بيحشش. الحشيش تمام حاجه قوي زي الفل يا سيدي الناس الحمد لله. فهنا مره واحده ريكو اتكلمت اخيرا يا بنتي الله عليكي، وقالت ان هي عايزه تتجوز كيم وبيحبوا بعض. الله يخرب بيتك. ما لما لقيتها فعلا مصرة قالت خلاص ماشي انا موافقه. بس اخوها بيطلع ايه ده انا مش موافق على الجوازه دي كمان يا الله، وراح نازل في كيم ضرب. بعد كده بيرجع كيم المديره بيعتذر ان هو طلع ودخل. المديره بتقول له طب ما عادي يا ابني ما تطلع وتخش براحتك ايه المشكله يعني عادي. بتعرف ان هو عادي اصلا يطلع ويخش، هو اللي كبر الموضوع البنات بس هي الممنوع. وبعد كده بيقول لها طب خلاص انا همشي، فانا بترفض وبتقول له لا عشان انت مشيت من غير ما تقول لنا فاحتمال تمشي وما تجيش. والمهم في الاخر قالوا له ان انت تفضل معانا 5 سنوات وبعد كده تقدر تمشي عادي، ولو مش عاجبك ممكن تمشي وتهرب عادي الباب اهو تفضل، بس ابوك وامك ماضيين على شيكات توديهم في 60 داهيه. وبيوافق ان هو يقعد. وبينتهي هنا الجزء الاولاني. لو حابين نكمل بقيه الاجزاء يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه، ويلا السلام.